عارفين ايه اكتر حاجة بتخوف؟ مش فكرة اننا نكسب او نخسر. الخوف الحقيقي هو ان في ناس تانية حاسبة تمن فرحتنا او حزننا قبل ما الحكم يصفر. في ملعب اتلانتا مفيش مجرد كورة بتتدحرج على النجيلة، في مليارات الدولارات بتتحرك في صمت، في خوارزميات بتراهن على أدق تفصيلة في حياة اللاعبين. ليه بنشوف كلام كتير عن ضربات جزاء، بطاقات، ركنيات؟ ليه فجأة بقى فيه هوس إن فيه هدف عكسي؟ دي مش مجرد توقعات جماهير، دي صناعة اسمها اقتصاد المراهنات الرياضية. شركة مراهنات عالمية مش بتراهن على النتيجة وبس، دي فاتحة أسواق لكل ثانية. مين اللي هيلمس الكرة الأول؟ طب هل صلاح وميسي هيسلموا على بعض؟ هل هيحصل خطأ في الدقيقة 13؟ ده اسمه في علم الاقتصاد المراهنات الدقيقة. الهدف انه يخليك مربوط في الشاشة 90 دقيقة كاملة. اي ثانية ممكن تكون سبب في خسارتك او مكسبك. انت هنا مش مشجع، انت هنا بيانات، داتا بيتم تحليلها عشان يزودوا ارباحهم. وكل حركة وكل نفس عليه فلوس. هتراهن؟ لا ميسي هيسلم، لا ميسي مش هيسلم، لا صلاح هيسلم، لا مش هيسلم. كل ده بفلوس. الأخطر من ده بقى إنك تلاقي أرقام بتطلع كل ساعة. أوبتا بتدي الأرجنتين 80%، ومصادر تانية بتغير الاحتمالات لحظة بلحظة. طب ليه الاحتمالات بتتغير؟ حركة فلوس بتجبر السيستم إنه يغير الأرقام عشان يضمن إن الشركة في النهاية هي اللي تبقى كسبانة من المراهنات دي كلها. دي مش نبوءة بمستوى فريق، دي ميزانية بتتحرك. لما تلاقي نسبة فوز مصر بتنزل وبترجع تطلع، ده معناه ان في رهانات ضخمة دخلت على الخط، والسيستم بيحاول يعمل توازن عشان ما يخسرش. فجأة تلاقي صورة بتقول مصر هتكسب الأرجنتين 2-1، ومرة تلاقي صورة بتقول ده الأرجنتين هي اللي هتكسب مصر 2-0. ما كل ده مراهنات، بس بيحاولوا ان هم يعملوا الصورة دي عشان يحفزوك انك تفكر ان دي تنبؤات وتخش تحط فلوسك في المراهنة علشان الشركة تكسب. هي ده التفكير اللي بيفكروا فيه. امال الصور الكتير اللي بتتغير والتنبؤات اللي يقولك بتوع سيمبسون وغيرها، ما هي اللعبة في كده؟ يطلع لك صورة ويقولك سيمبسون بتتنبأ، وبعدين يطلع لا سيمبسون ولا غيره. ده كلها شغل بتاع شركات المراهنات. يطلع لك صورة ويقولك تنبؤ، والكل يروح يحط فلوسه على التنبؤ اللي قالته سيمبسون. شوية تطلع صورة تانية بتنبؤ تاني، وهكذا. وكله في الآخر بيصب في جيب شركات المراهنة، والخسران يقعد يعيط على جنب. والناس اللي تطلع تقولك الذكاء الاصطناعي توقع النتيجة، دي كذبة كبيرة. الذكاء الاصطناعي بيحلل بيانات قديمة، تاريخ المواجهات، إحصائيات لاعبين، لكن مستحيل يحسب اللحظة. مستحيل يحسب إن لاعب ممكن يجيله تشنج عضلي في الدقيقة 89، حكم ممكن يغلط غلطة تغير تاريخ بلد. الرهان على الحاجات دي قمة العبث. الناس اللي بتجري ورا الموضوع ده وتوقعات التيك توك دي اللي بتدفع تمن الضجة دي من أعصابها ومن فلوسها. في ناس خسرت فلوسها كلها بسبب موضوعات زي دي. ياما الكورة سحبت فلوس من جيوب ناس كتيرة جدا، وفي الآخر شركة المراهنة هي اللي بيخش في جيوبها الملايين ولا أقول المليارات. الماتش هيبدأ وهتشوفوا حاجات كتير. هتشوفوا ناس بتحلل عدد الركنيات كأنها قضية أمن قومي. الحقيقة اللي لازم تفهموها، الماتش ده معدن ثمين، شركات المراهنات بتلعب عليه. كل ما الجدل يزيد كل ما حجم الرهانات تزيد. السؤال الحقيقي اللي لازم نسأل نفسنا، هل احنا بنستمتع بالكورة ولا بنشارك في لعبة عشان ياخدوا فلوسنا منها وناس تانية تملى حساباتها البنكية؟ أنا مش جاي هنا عشان أقولك مين هيكسب، أنا جاي عشان أقولك إنك لو استنيت النتيجة من أرقام المراهنات أنت بتشوف صورة ناقصة. الحقيقة بتبدأ من أول لمس الكورة في أتلانتا، مش من الشاشات اللي بتبشرك بربح وهمي. في ناس مش قاعدة قدام الماتش، في ناس قاعدة قدام شركات المراهنة. هنكسب ولا هنخسر؟ فلوسنا هتضيع ولا جايلنا بمكسب؟ طيب محدش سألني مين المستفيد من كل الهرج والمرج ده؟ مين اللي بيلم المليارات واحنا دمنا محروق ورا الشاشات؟ خلوني أكشف لكم اللعبة بوضوح
ومن غير أي تجميل. المستفيد الأول والأخير هو كيان الاقتصاد الرقمي الأسود، شركات المراهنة. الماتش ده وبكل تفاصيله منجم بيانات صناع المحتوى اللي بيطلعوا بعناوين خرافية، حسابات أخبار مزيفة بتسرب إشاعات عن إصابة لاعبين قبل الماتش ب24 ساعة. دول مش ناقلين أخبار، دول بيشتغلوا في هندسة العقول اللي بيخلقوا حالة من الخوف من ضياع الفرصة، يخلوك تحس إنك لو ما تابعتش التحليل هتفوتك الحقيقة. والهدف إنك تفضل فاتح تليفونك، تعمل سكرول، تعلق، تشترك كل ثانية بتضيعها في متابعة توقعات الذكاء الاصطناعي أو رهانات السوشيال ميديا، ثانية بتتباع لشركات الإعلانات والقمار. بتتكلم على إيه؟ بتتكلم عن تلاعب بالوعي، خوارزميات عارفة إنك بتحب ميسي وعارفة إنك بتشجع منتخب بلدك، تبدأ بقى تبعتلك محتوى يستفز مشاعرك. لو أنت متشائم هتبعتلك توقعات بخسارة مذلة عشان تخاف، ولو أنت متفائل هتبعتلك توقعات بفوز كاسح عشان تراهن. ده مش ذكاء اصطناعي، ده توجيه سلوكي من شركات القمار والمراهنات. بيستخدموا التكنولوجيا عشان يضمنوا إنك مستهلك مش مشاهد. كل الحاجات اللي انت بتتفرج عليها في الأخبار يقولك ميسي يتصاب، ميسي مش هيشارك، أصل محمد صلاح مصاب، أصل محمد صلاح مش هيشارك، معرفش مين اللي أخته ماتت ومين اللي جوز عمته اتضرب بالنار. المهم ده كله علشان يوصلك معلومة إنه يأثر عليك نفسيا وتقدر إنك تخش في جو من المراهنات. وكل ما تتفرج على الحاجات دي كل ما يزيد عندهم عدد المشاهدات والناس تخش في مراهنات أكبر ويقولوا الناس عارفة الحقيقة. طيب الخطر اللي محدش بقى بياخد باله منه، بقينا بنربط قيمتنا الشخصية وأعصابنا بنتيجة 90 دقيقة مفيش حد فينا يقدر يتحكم فيها. في ناس دخلت في دوامة المراهنات دي وبدأت تخسر تحويشة العمر، والسبب توقع شافوا على فيديو مدته دقيقة. مفيش أي خوارزمية في العالم تقدر تتوقع غدر الكرة اللي خلت اسكوبار اللاعب اللي دخل جون في نفسه اتضرب بالنار علشان دخل الجون في نفسه لما روح بلده. تمن لهدف عكسي في 94 هي نفس الكرة اللي بتتلعب بينا دلوقتي. اسمعني كويس، لو كنت شفتوا ماتش مصر واستراليا، محمد هاني دخل الجون غصب عنه. لو ما كانش الجون ده دخل كانت مصر كسبت وخلصنا الماتش من غير ضربات جزاء ولا ماتش إضافي. في حاجات بتحصل محدش يتوقعها، حاجة فيها غدر من الكورة نفسها. أنا بحذركم الماتش ده هيخلص وترند هيموت بعد يومين، وهتطلع ترندات تانية وماتشات تانية، وشركات المراهنات والمواقع دي هتفضل شغالة على خسارتك. بيراهنوا إنك عاطفي، بيراهنوا إنك هتصدق الذكاء الاصطناعي، عارف الغيب، هتصدق إن الأرقام أهم من الموهبة. أنت بالنسبة لهم مجرد رقم في سيرفر، عمولة في حساب بنكي في جزر منعزلة. الحل الوحيد عشان تخرج من اللعبة دي إنك ترفض تكون بضاعة. استمتع بالكورة، اتفرج على مهارة صلاح، على ذكاء ميسي، على روح الفريق المصري وهو بيقاتل، لكن سيب المراهنات لأصحابها، سيب التحليلات المضللة لأصحابها، خليهم هما اللي يخسروا. ما تسمحش لأي خوارزمية ولا لشركة قمار تضحك عليك وتسحبك لدوامة القمار، لأن اللي بيخسر هناك مش بس فلوس، ده بيخسر كمان عقله. خلوا بالكم اللعبة دي متصممة عشان نخسر فيها. الماتش رياضة مش ساحة حرب ولا مكان عشان يجمعوا بيه فلوس. هو بيحاول يقنعك بغير كده، وأول واحد بيقنعك بكده هو اللي بيسرقك. ما هي الشركة لازم تقولك بدل ما تتفرج وخلاص، اتفرج واكسب فلوس، حط مراهنة ويمكن تجيلك 10 أضعافها، وبكده هو طمعك. ما هو النصاب بيكسب من الطماع. خلونا نشوف ايه اللي هيحصل، نتفرج ونشجع ونفرح. خلينا بعيد عن المراهنات والمؤامرات، ده حتى ديننا الكريم منعنا من المؤامرات، منعنا من ان احنا نخش في مراهنات زي دي ضد ديننا. وسواء بقى كسبنا او خسرنا يكفينا شرف المحاولة، وان احنا وصلنا للادوار الشبه نهائية دي. في كبار مشوا، ده كريستيانو مشى امبارح وقابله نيمار ومحدش عارف ايه اللي بيحصل. كبار مشوا من كاس العالم،
فما بالك احنا؟ ده احنا كويس قوي ان احنا وصلنا للمرحلة دي، وكتر خير ربنا علينا، ده كرمنا اخر كرم. لكن قمار بقى وشغل فلوس وحوارات من دي، خسارة فلوسك انها تضيع وتروح في جيوب ناس تانية. في جيبك انت استفيد بيها، كلك لقمة حلوة، فسح عيالك بيها. اوعى تحط فلوسك في قمار، الحاجات دي ما بتجيبش الا الخراب في البيوت. عشان ما يبقاش الناس كلها فرحانة وانت اللي زعلان انك خسرت في مراهنة ولا في قمار. ربنا مع مصر ويكرمهم آخر كرم، وإن شاء الله هنعدي وهنكسب ببركة دعاء كل المصريين. هنشوف النهاردة هيحصل إيه. معانا يا وحوش، نشجع ونتفرج وبس، وابعدوا بقى عن القمار والمراهنات اللي تودي في داهية دي. لو عجبك الفيديو اشترك معانا، ولو حبيت تعمل لنا لايك يا ريت، يبقى كده انت بتشجعنا آخر تشجيع. وأقولك على حاجة كمان، تعليق صغير وقولي، هل قابلت موقف زي ده؟ هل قابلت شركات المراهنات، ولا واحد صاحبك كان بيراهن وخسر ولا حتى كسب؟ أسيبكم في أمان الله، السلام عليكم.